السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين قناة شهيوات فاطي فين ما كنتوا، كنتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وانتم بألف خير. نتمنى نلقاكم الفيديو ديالي وانتم كتشاهدوه في احسن حال وانتم كتنعموا في امن وامان يا ربي. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الكاطو، ارخص كاطو ممكن تصايبيه تفرحي به وليداتك في راس العام، ولا ماشي بالضروره في راس العام، في اي مناسبه. نتمنى انكم ديروا لايك للفيديو، اشتراك في القناه الا ما كنتو مازال ما اشتركتوش، وما نطولش عليكم ندوزو المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله، وخير البدايات الصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف ما كتشوفوا عندي واحد البول، درت فيه واحد 4 ديال الحبات ديال البيض خصو يكون بحراره المطبخ، يعني تجبدوه من الثلاجه بكري ودعات ديروه. درت معاهم واحد القبيصه ديال الملح وواحد 2 معالق ديال السكر سنيده. السكر كيبقى على حسب الذوق. عندي واحد ساشي ديال الفاني، وغادي نطرب هاد المكونات مزيان بالطراب. ضروري خاص يكون الطراب، لانه الطراب اليدوي ما كيطلعش البيض. تنطلع هاد البيض مزيان وتبدل ليه اللون ديالو. انا هنا راه غادي نحول مازال غادي نضيف واحد القطيرات ديال الخل، وغادي نحول هاد الخليط غنحولو للعجانه كيف ما كتشوفوا، حيت بغيت نخدم باريحيه. غادي نخلي العجانه كتطلع لي في داك البيض. غادي نضيف واحد راس المعلقه ديال نكهه البرتقال. راه يمكن لكم تخليو غير داك الطراب اليدوي، ماشي مشكل. الطراب الكهربائي عفوا ماشي مشكل بلا عجانه. صافي غنبقى كنخلط في داك البيض وفي سنيده، المهم حتى غيطلع لي داك البيض مزيان وغيتبدل لي اللون ديالو. وغادي نحصل على واحد الخليط اللي هو خفيف. عاد غادي نضيف هنا، راه ضفت الحليب، ضفت الكاس ديال الحليب، راه تخلط. وعاد غادي نضيف دابا هاد 4 كاس ديال الزيت، غادي نضيفو غير خويات كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نبقى كنخلط. صافي من بعد ما حصلت على البيض وطلع ليا، انا غنوريكم القوام اللي حصلت عليه. قوام خفيف كيف ما كتشوفوا، يعني البيض طلع مزيان. دابا غادي نضيف الطحين. ما خداتش ليا هاد الجينواز طحين بزاف. غنحسب معاكم 1 2 3 4 د المعالق ديال الطحين. درت 4 ديال المعالق في الاول، وغادي نخلط، وعاد غادي نزيد مازال 4 د المعالق وحدين اخرين. غادي نضيف واحد ساشيه ديال خميره الحلويات، غادي نغربلها هي والطحين، ونخلط غير من الفوق لتحت بواسطه سباتولا ضروري باش ما يهبطش ليا البيض اللي طلعت، ونضرب كلشي في الزيرو. انا هنا راني كنخلط غير بشويه، راه غير حيت مسرعه الفيديو كنبان لكم كنخلط بسرعه. غادي نبقى كنخلط من التحت للفوق، وغادي نضيف 1 2 3 4. يعني هاد الحلوه هادي راه خدات ليا 8 د المعالق ديال الطحين، ما خداتش ليا الطحين بزاف. هاد الجينواز ما خداش ليا الطحين بزاف. غنستمر في الخلط كما درت في الاول، يعني من الفوق لتحت بواسطه سباتول باش ما يهبطش ليا الخليط، غير بشويه عطيوها الخاطر وراه غادي تجي ناجحه معاكم. الناس اللي ما كتنجحش ليهم الكاطو ديال لا كريم غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وانا متاكده انها غادي تنجح لكم من اول تجربه. هنا كيف ما كتشوفوا راني درت الطاوه اللي غتدخل ليا الفران، فرشت ليها ورق الزبده ودهنته بشويه الزيت تفاديا باش ما تلصقش ليا. هي ما غاديش تلصق، ولكن غير باش كنكون متاكده انني غادي نحيدها بواحد السهوله. وغادي تلاحظوا معايا كيفاش غنحيدها بسهوله من بعد ما غادي طيب. صافي الفران هنا راه كيسخن، خصو يكون سخون. عاد نحط فيه الطاوه ديالي، ما نحطش فيه هاد الجينواز وهو بارد، خصو يكون سخون مزيان. غادي نخشي الجينواز ديالي طيب، ومن بعد ما غتخرج كيف ما كتشوفوا راه كتجي على هاد الشكل هذا. غنخليها حتى تبرد، وغادي نقلبها في واحد فوق شي بلاطو ولا فوق شي صينيه ولا شي هذا،
وغادي نحاول نحيد داك الورق ديال الزبده. كيف ما كتشوفوا راه كيتحيد بسهوله، جات زوينه، جات خفيفه. هاد الجينوازه ما نقولش لكم جات خفيفه واحد الدرجه ما كتخيلش. صافي غنخلي الجينوازه ديالي على جنب وغندوز نحضر معكم الكريم. غادي ناخذ علبه كامله ديال الكريم شونتيي، راه كتباع في جميع محلات الحلويات. وغادي نضيف عليها واحد الكاس ديال الحليب وكاس اخر ما عامرش، يكون بارد من الثلاجه، يكون بارد ويكون متلج شي شويه باش كتطلع معنا الكريمه زوينه. غادي نخلي العجانه تطلع ليا الكريم كيف ما كتشوفوا حتى غيطلع مزيان، وغنحصل على القوام اللي بغيت انا. عاد غادي نحبس الكريم. هنا راه ما درت فيها لا سكر لا والو، حيت كتباع حلوه ما يحتاجش انني نزيد ليها شي اضافه ديال السكر. وباش تاكدوا ان الكريمه ديالكم ناجحه كتقلبوا البول اللي خدمتوا فيه لا كريم، والا ما ساحتش ليكم صافي راه الكريمه مزيانه وناجحه. صافي غادي ندوز للمونتاج ان شاء الله. غادي ناخذ واحد الجينوازه الاولى، غادي نحطها واحد الطرف هكايا وغادي نسقيه بالحليب. هنا راه درت واحد تقيبات عاد سقيت بالحليب، راه ما تصوروش ليا. وغادي ندير واحد الفرشه ديال لا كريم كيف ما كتشوفوا. غادي نخدمها غير بشويه وغنعطيها الخاطر. غنحاول نسرح داك لا كريم فوق منها. وغادي ندير الطبقه الثانيه ديال الجينواز حتى هي غادي نسقيها. هنا جاتني قصيره ما جاتنيش هذا، ولكن قطعت وكملت ماشي مشكل. حتى هي غنسقيها بالحليب كيف ما كتشوفوا. غنسقيها مزيان. الحليب هنا راه دافي شي شويه حيت الحلوه كانت عندي بارده، الجينوازه كانت بارده. غادي نسقيها مزيان وغادي ندير عليها واحد الفرشه ثانيه ديال الكريم شونتيي. هنا الا لاحظتوا راه ما درت لا سيركل لا والو، كنخدم غير بيديا، غير عاطيها شويه الخاطر وصافي ما يحتاج. وحتى لما كانش متواجد عندك السيركل راه يمكن لك تصايبي هاد الحلوه، ماشي بالضروره انكم تكونوا مقيدين الا كان الماتيريال راه مزيان، ولكن حتى لو ما كانش راه يمكن لك تخدميها. صافي غندير ديك الفرشه وغادي نحاول ندير واحد الطبقه مقرمشه كيف ما شفتوا ديال اللوز مهرمش ومطحون باش يعطيني داك الكغاتيناج لهاد الطورطه ديالي. غنحاول نفرش داك اللوز هكايا وغادي ندير الطبقه الثالثه ديال الجينواز وغادي ندهنها حتى هي بالحليب، نسقيها عفوا بالحليب وندهنها بالشونتيي كيف ما كتشوفوا. غادي نحاول نقاد ليها الجوانب، نقاد ليها دوك الحواف باش كتجي مربعه وكتجي الشكل ديالها زوين. راه كتجي زوينه غير عطيوها الخاطر وبشويه كيف ما كتشوفوا. كنقاد ليها الجوانب ديالها. صافي حاولت ندير ليها شويه ديال اللوز ايفيلي في الجناب هكايا كتزيين، كيعطيها حتى هو واحد الجماليه زوينه. وكناخذ واحد البوش جايب حلواني وكندير فيه شويه د لا كريم وكنبقى كنزوق الوجه ديال هاد الطورطه ديالي بهاد الطريقه. شوفوا التزيين هنا كيبقى اختياري، كل سيده كتبغي تبدع وكتبغي دير داكشي اللي كتعرف في دارها كتحاولوا انكم تزينوها هكايا. انا درت تزيين عادي بسيط كيف ما كتشوفوا في الصوره بهاد الطريقه. هذه طريقه سهله ومبسطه ما فيها لا تعقيدات لا والو. صافي غادي نخلي الحلوه ديالي في الثلاجه باش تشد ليا راسها وداك لا كريم يشد ليا راسو. وغادي ندوزو باش نحضروا واحد الكلاصاج اللي غادي نغطي به هاد الطورطه ديالي. هاد الكلاصاج درت فيه نص كاس ديال الليمون، عصرت واحد البرتقاله درت نص كاس، ودرت نص كاس ديال الماء، ودرت 2 معالق ديال سنيده، درت معلقه ديال كريم باتيسير، ودرت واحد ربيز ديال المعلقه ديال نكهه البرتقال. بما ان الحلوه ديالي منكهه بالبرتقال فخديت داك المنكه ديال البرتقال باش هكا يبقاو المذاقات في نفس هذا. كيف ما كتشوفوا راه درت غير واحد الربيع. صافي وغنحرك مزيان هاد المكونات على البارد، يعني خارج البوطه ماشي فوق البوطه. غنخلطهم حتى غيندمجوا ليا مع بعض وغادي نديرهم فوق البوطه حتى نحصل على القوام المطلوب. كيف ما كتشوفوا هنايا راني درتها فوق البوطه، حصلت على هذا الشكل هذا. عاقده شي شويه مهم ماشي عاقده بزاف حيت درت غير معلقه ديال الكريم باتيسير ما كثرتش.
غادي نضيف لها واحد المعلقه ديال الزبده، وغادي نبقى نحرك في هذيك الزبيده حتى غادي تذوب ليا في وسط هذا الكلاصاج هذا. وانا كنحرك وانا كنبردها باش ملي نخويها على الطورطه ما تذوبش ليا لا كريم. غنحاول نبردها حتى تبرد مزيان، عاد نخويها فوق الحلوه. ما كتشوفوا كندوب في نفس الوقت كنبرد. صافي غادي نجبد الطورطه ديالي من الثلاجه من بعد ما برد ليا الكلاصاج. ما تخليوش حتى يبرد بزاف حيت غادي يختار وما غاديش يسيح فوق الحلوه. صافي كنخويه فوق الطورطه ديالي بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. كنحاول نوزعو بشكل متساوي ونسرحوه بسباتولا ولا معلقه ولا اي حاجه عندكم. كتقادوا ليه وجهه هكا، هو راه تيقاد، هو كيشد راسو براسو، يعني راه خليتوه غير شي شويه كيسيح وكيشد راسو براسو. صافي غنقاد الجوانب هكا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. وغادي نقطع شويه ديال الفواكه تزينوا ليها الوجه. يمكن لكم تكتبوا عليها فوق هكا، تكتبوا اي حاجه بغيتو. كان عيد الميلاد كتكتبوا عيد الميلاد، المهم كانت راس السنه كتكتبوها. انا زينتها بشويه د الفواكه كيف ما كتشوفوا، شويه التفاح، شويه د الليمون، شويه د البنان، وخديت هذاك العقيق ديال الحلويات تا هو زينت ليه النصف الاخر. تزيين كيبقى اختياري كيف ما قلت لكم. صافي كان هذا هو الفيديو ديالي، حاولت نبارطاجيه معكم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من اللايك فضلا وليس امرا. اللي وصلت لهنا ديروا لايك، الله يجازيكم بالخير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر دائما على قناتي. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو وتلايكيوه لانه غادي يستحق. نحاول نقطع معكم في حلوه في طرطه مبسطه يعني حتى لاقصى حد. الشكل ديالها. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، هذه راه ناجحه يعني من اول مره، ولو اول مره تكوني كتصاوبي الطورطه غادي تنجح معك ان شاء الله. كتجي خفيفه، يمكن لكم تلاحظوا ان الموس كيمشي غادي كيجري بسهوله في وسط منها. كتجي رطبه خفيفه ومهويه، وداك الجينواز كيجي رطب بزاف. الشكل ديالها كيجي الى هذا الشكل هانتوما غتشوفوا كيف جات من الداخل. صافي وصلت للنهايه ديال الفيديو البنات، نتلاقاو في الفيديو الجاي.